ازيكم يا اجمل ناس؟ احنا النهارده يومنا عسل وجميل. ايه يا ماما هيعمل ده؟ لميت كل البواقي اللي في التلاجة وقلت اعمل غدا النهارده. عندنا ربع كيلو لحمه، طب مش هيكفي حد. وحبه فلفل وحبه بدنجان قليناهم على حبات بطاطس كبيره وبصلتين وتوابل. ايه الغدا اللي هنعمله النهارده بالحاجات دي؟ خليكم معانا لاخر الفيديو وانتوا هتشوفوا احلى غدا من ايد ماما هيام وباقل تكلفه. بصوا بسم الله ما شاء الله، ربع كيلو لحمه. شوف بقى ربع كيلو لحمه ده ياكل كام فرد بالطريقه اللي انا قلتها لكم دي. هنشوح اللحمه اهي معانا، وبعدين ما نشوحها نحط على البصل. بصوا حبايبي البهارات بتاعتنا اهي، ملح كمون فلفل اسمر بابريكا حبهان. ادي البهارات بتاعتنا الجميله، وادي الفلفل الالوان، عندك الوان حطي، عندك فلفل اخضر حطي، بنتبله برده معاها كده اهي في التعصيجه الجميله بتاعتنا. شوفوا بقى ايه الاكله الجميله دي، اكله روعه. الحاجات اللي باقيه عندك في التلاجة مع ربع كيلو لحمه مع صدر فرخه، يعني لو عندك صدر فرخه هتعمليه، بعد كده صدر فرخه وعايزه تشتري صدر فرخه صغنون كده هتعملي برده الاكله دي جميله. ربع كيلو لحمه هتعمليها باي حاجه هتعمليها هتبقى جميله. دي حشوه هتتعمل واوريكم بقى احلى غدا. وينفع يتعمل على فكره عشاء، يعني لو انت عايزه تعشي، وينفع تعمليه لو انت بره في مشوار فسحه ولا في حاجه تاخديه معاكي. هنا بقى اعمل ايه؟ حبه بشاميل. احنا بس بنتبل بس الدقيق معانا كده، ندوبه بس كده في معلقه سمنه كده، مش حاطه سمنه كتير اهو، بس كده يديله بس ايه لون ذهبي بس كده بتاعنا كده، التحميره بتاعته كده. اللبن بتاعنا اهو، كيس لبن عندك، نص كيلو لبن عندك. والبشاميل ده على فكره اضافه، يعني انا عاملاها حاجه اضافه. انا قلت لكم انا طلعت ايه الحاجه اللي موجوده عندي، قلت النهارده انا هعمل بيها احلى غدا. اللي مش عايز فيه اضافات عايز يشيلها ويستثناها ما يعملهاش، دي حريه شخصيه. ادي معانا اللبن اهو بندوبه البشاميل بتاعنا الجميل. ايوه يا حبايبي، احنا معانا البطاطس على البدنجان اللي احنا ايه قليينه نص قليه كده، وقلنا لكم ربع كيلو لحمه اهو عاملينه بالفلفل والايه والبصل والحاجه ودول حبه بشاميل. كيس لبن، نص كيلو لبن عندك. ده بقى للتزويق جبنه موتزاريلا، ودي سمنه بندهن بيها. احنا مع بعض اهو بقى بسم الله ما شاء الله. ادي لفه الجلاش، وهنشوف بقى الغدا بتاعنا الجميل النهارده. ده سندوتشات اللي هي ايه الجامبو الكبيره. شوفي بقى تروحي تجيبي بقى السندوتش اللي عامل زي القيصريه الكبيره ده بقى، شوفي هتجيبي بكام. ماما هنا بقى بتعمله لكم باقل التكلفه. احنا هنا اهو بنعمل بقى اسطمبه كده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حبه بدنجان، ندهن الجلاشه بتاعتنا اهي بالسمنه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حبه بدنجان على بطاطس في الحشوه، حبه لحمه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. معلقه بشاميل، دي بقى بايه تديها بقى طراوه من جوه وجميله بقى. حبه جبنه موتزاريلا من جوه. نقفل بقى ايه معانا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ادي الجلاش بينشف على طول، يعني حاولي ايه تسرعي ايديكي شويه عشان ما ينشفش منك اهي. انا بعمله ليه بقى هنا كده، دي اسطمبه بتاعتي بعملها بقفل فيها، بعملها اهي بسم الله ما شاء الله كده يطلع معايا اهو احلى سندوتش. شوفوا الجمال الجميل بتاعنا. وندينا بقى ايه سمنه من على الوش. شوفوا الجمال. ماما هي بتعمل لكم كل حاجه جميله. اوعوا بقى تنسوا اللايك
واحلى ناس وحبايب ماما هيام وبيخش على يومات ماما هيام، ما ينسوش اللايك والاشتراك. يا اجمل ناس واحلى ناس. كل جديد ان شاء الله هتلاقوه في القناه دي، وكل ابتكارات هتلاقوها فيها. هعمل معاكم واحده كمان اهي. بصوا تدهنوها كده ايه الجلاشيه سمنه كده من الاطرف كده والبتاع، بتطريها بتبقى جميله، تبقى مرقه معانا. نحط حبه بطاطس على حبه بدنجان. احنا قلنا اللي هو ايه مقلي كده ايه نص تسويه كده. معلقه لحمه مفرومه اهي، معلقه بشاميل. واللي اول مره يشوف الوصفه دي يكتب لي بقى في الكومنت ايه كومنتات جميله كده ليه. حبه جبنه موتزاريلا. ونقفل بقى بسم الله ما شاء الله كده اهي معانا. يا رب يصلح الحال ويصلح ما بين ايدينا. واي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا نقلبها كده. بسم الله نقلبها كده اهي. هنكمل بقى كل الحاجه بتاعتنا ونوريكم احلى بصوا غدا. بصوا سندوتشات الجامبو بقى دي احلى سندوتشات. شوفوها كده والطريقه بتاعتها دي بقى بتلمها بقى الباقي اللي في البيت، بطاطسايه على بدنجانيه على فلفلايه على حته صدر فرخه. ما عندكيش حته صدر فرخه ربع كيلو لحمه مفرومه، اي حاجه. ما عندكيش لحمه مفرومه ولا فراخ ممكن تعمليها بالجبنه الموزاريلا والبطاطس والفلفل والحاجات دي. انت ليكي حريه يعني اللي انت تعملي اللي انت عايزاه في بيتك وباي الامكانيات. لو انت عايزه تعملي اي حاجه هتعملي. بصوا حبايبي بقى الخطوه الجميله دي، حبه بشاميل اهو يسيحوا بقى كده على الوش السندوتشات الجامبو بتاعتنا. ولازم يكون البتاع بتاع البشاميل تقيل، مش تعمليه بقى يكون سميك كده، ما يكونش بقى ايه عشان ممكن يقع منك. وهو ايه ربنا يسترها فعلا وما يقعش عشان احنا دهنين الوش سمنه. هناخد منك شويه لاخوك عشان ايه يبقى كلكم زي بعض، مفيش حد يبقى احسن من حد. عايزين ايه كله حبه جبنه موتزاريلا على الوش. احنا هندلع المسائل كلها. بصوا الجمال اهي. اي حاجه عندك باقيه في التلاجة حطيها مش هتقول لا. ادي اهو السندوتشات كومبو جامبو اللي تحسبوه. المهم هتتغدوا وهتتبسطوا وهتدعولي يا رب، بس تدعولي. ادي الجمال بتاعنا وادي الحلاوه بتاعتنا وادي الجبنه بقى الموزاريلا بقى تسيح والجمال يطلع بقى كده. وتشوفوا بقى احلى اكل معانا. شوفوا بقى ده بقى ايه الغدا بتاعنا النهارده. كله بقى ايه وجبه متكامله فيها بقى كل حاجه، فيها بروتين، فيها خضروات، فيها كل حاجه، فيها الجلاش ده نشويات، فيها كل حاجه وجبه متكامله. واللبن اللي هو البشاميل ادي بقى لعيالك كده ايه وغذيهم وايه واكلي جوزك وابسطي كل اسرتك. هيتحط معانا في الفرن في النص كده على درجه حراره 180 ويطلع بقى ايه وتشغلها بقى عليه الشوايه لو الشوايه ما بتقتش من فوق وتطلع بقى احلى سندوتشات. تشوفوها معانا وبتفضلوا ساعتها تاكلوا معانا. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شوفوا السندوتشات بتاعت ماما هيام الجميله، الغدا الجميل. بصوا الله اكبر. بصوا بقى مولعه مولعه. اوريكم بقى ايه شوفوا الظهر بتاعها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سندوتشات الجامبو الجميله بتاعت ماما هيام. بصوا افتحها لكم اهي. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على النبي. شوفوا القرمشه اللي من فوق انتوا سامعينها طبعا. الله الله على الجمال. شوفوا العسل، شوفوا الجميله ازاي ومرقه وعسل ازاي. ادي بقى ايه احلى سندوتشات جامبو معانا. وادي الجمال وادي العسل. بصوا بصوا والله ما نخليها نفتكر في حاجه. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. بصوا الجمال بصوا عامله ازاي. الله اكبر. اظن بقى بعد
الشغل دوت والمجهود ده اجدع ناس واحلى ناس حبايبي ومتابعيني والناس اللي بيحبوا يوميات ماما هيال. ما يبخلوش عليا باللايك والكومنتات الجميله، واحلى اشتراكات للناس اللي اول مره يشرفوني ويكبروا عيلتنا الجميله، واحلى حاجه جديده ان شاء الله، وكل حاجه جديد في جديد كده هنجيبه لكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ومع السلامه يا اجمل ناس.